الفنان الراحل أحمد زكي أهان نانسي عجرم ورفض العمل معها، ولما سألوه عن السبب الإجابة كانت صادمة. الفنانة زهرة العلا حرامية عربيات ورجال بوليس بيطردوها بجد وحقيقي في الشارع ومش تمثيل، وهنعرف ايه الحكاية. بس اولا بدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك من فضلكم، ونكمل حبايبي. الفنانة نانسي عجرم مواليد 16 مايو 1983 في حي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت. تنتمي لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية. والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا، وهي أكبر إخواتها. لها إخوات 2، واحدة ممثلة اسمها نادين، والمغني نبيل عجرم جونيور. وبدأت نانسي عجرم الغناء لما كانت في عمر 12 سنة، لما شاركت في البرنامج الواقعي نجوم المستقبل اللبناني، واللي نالت من خلاله على جائزة، ونالت إعجاب الجميع بصوتها الجميل، فتشجعت وقتها لدراسة الموسيقى. وهي متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم من عام 2008، ومعها 3 بنات، ميلا وإيلا وليا. أما عن موضوع رفض الراحل أحمد زكي ليها، فكان من المفترض أن يصور الراحل أحمد زكي فيلم رسائل البحر قبل فيلم حليم، وكانت اسكندرية بأمواجها وطقسها وجوها العام بتشكل خلفية مناسبة لأحداث الفيلم، وكان مقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير فيلم حليم. وحدد المخرج داود عبد السيد، واللي كان له منزلة خاصة عند أحمد زكي، بداية الخريف لبدء التصوير لمحاولة استغلال النوة اللي بيكون فيها جو مناسب لتحقيق الصورة الموجودة في ذهن المخرج. وكانت طبعا في خطورة على حياة أحمد زكي، وحاول داود ضغط المشاهد إلى أبعد الحدود التي يتعرض فيها أحمد لطقس فيه خطورة على صحته. وجد الأطباء أنه ما زالت هناك مخاطرة، بينما وجد المخرج عادل أديب المدير المسؤول عن أفلام جود نيوز تصوير تلك المشاهد بارتداء بدلة جلد زي بدلة الغطس تحت ملابسه لتصوير مشهد أو أكتر على الكورنيش وسط الأمواج. وكانت الحلول دي كافية لإقناع أحمد زكي اللي كان عايز تصوير جميع المشاهد المطلوبة على البحر مباشرة. وكان من المفترض أن شخصية البطلة في فيلمه طبقا للسيناريو فتاة لعوب، وتصادف في الفترة ديت أن نانسي عجرم بدأت تشتهر، وأرادت شركة جود نيوز أن هي تستغل شهرتها ونجاحها، ورشحتها للوقوف أمام أحمد زكي، ولكنه رفض بشكل قاطع، وكان شايف أن ملامحها أقرب إلى الطفولة والبراءة، واستجابت الشركة لطلبه، وده على حسب ما نشر في جريدة نهضة مصر 2008. وفي نهاية المطاف لم يشارك أحمد زكي في فيلم رسائل البحر، وطبعا الفيلم مثله بعد كده آسر ياسين اللي لعب دور يحيى، وخرج للنور عام 2010، وشاركته الفنانة بسمة دور البطولة أمامه. وربنا يرحم الفنان امبراطور وأسطورة السينما المصرية الفنان أحمد زكي. الفنانة زهرة العلا حرامية عربيات ورجال بوليس بيطردوها بجد وحقيقي في الشارع ومش تمثيل، وهنعرف ايه الحكاية. بس اولا بدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك من فضلكم، ونكمل حبايبي. والفنانة زهرة العلا اتوفت عام 2013، واشتركت في 6 أفلام تم اختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي أيامنا الحلوة 1955، رد قلبي
1957، جميلة 1958، دعاء الكروان 1959، في بيتنا رجل 1961، سواق الأتوبيس 1983. تزوجت الفنانة الراحلة زهرة العلا 4 مرات، 2 من عائلتها، وانتهى الزواج لرفض الزوج عملها في مجال التمثيل. ثم تزوجت الفنان الراحل صلاح ذو الفقار أثناء تصوير فيلم رد قلبي، وسرعان ما انتهى الزواج لتتزوج للمرة الرابعة من المخرج الشهير حسن الصيفي، وأثمر الزواج عن ابنتيها أمل ومنال. أما عن موضوع سرقة العربية، بتحكي الفنانة الكبيرة زهرة العلا لمجلة الكواكب عن موقف ما نسيتهوش أبدا، والكلام ده كان 1953، وكانت وقتها مخطوبة، وفي أحد الأيام أخدت سيارة خطيبها وراحت للبنك الأهلي لسحب مبلغ من المال، وقالت إنها ركنت السيارة عند الزاوية المواجهة للبنك، ودخلت لسحب المبلغ ثم عادت بعد أن أنجزت مهمتها، وتتفاجئ بوجود عسكري المرور يقف غاضبا بجوار السيارة، وهو يدون في دفتره العديد من المخالفات للسيارة اللي ركنتها في مكان غير مسموح بالوقوف فيه. وأشارت زهرة العلا إلى أنها فزعت من غضب العسكري ومن كم المخالفات اللي دونها، وما إن وصلت للسيارة حتى قفزت فيها وانطلقت مسرعة إلى استوديو شبرا، حيث كانت مرتبطة بموعد تصوير هناك. وفوجئت الفنانة الكبيرة أثناء طريقها بأن موتوسيكل البوليس يسير وراءها ويطلق سرينته، ولم تنتبه إلا بعد أن وصلت للاستوديو إلى أن البوليس كان بيطاردها طول الطريق، وما إن توقفت أمام الاستوديو حتى وجدت رجال البوليس وكأنهم أمسكوا بلص عتيق وبيجروا عليها ويتهموها بسرقة السيارة. وهنا نظرت زهرة العلا لتفاجأ بأن السيارة اللي ركبتها ما هياش سيارة خطيبها، وإنما أخرى بنفس الماركة واللون، وكان صاحب السيارة بيقف يتحدث مع العسكري حين خرجت هي من البنك، واتفاجئوا بيها تركب السيارة وتنطلق بها مسرعة، فظن إنها سرقتها، وانهال صاحب السيارة على زهرة العلا بالشتائم والاتهامات حتى أدرك الجميع الخطأ الذي حدث. واعتذرت الفنانة الكبيرة عن هذا الخطأ غير المقصود، لكنها لامت صاحب السيارة وقالت له: أنت إزاي تسيب عربيتك مفتوحة؟ لو كانت مقفولة ما كنتش عرفت أركبها وما كانش اللي حصل. حبايبي، أرجو أن يكون الفيديو خفيف لطيف ويسلى صيامكم، وما تنسوش اللايك من فضلكم. مع ألف سلامة حبايبي، مع السلامة.